سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. أعزائي طلاب الصف الرابع الابتدائي، هنحل صفحة مهمة جدا جدا، صفحة 78. لو أنت حلتها قبل كده فركز معايا عشان تراجعها لأن هي مهمة جدا جدا. تعالوا بينا نبدأ. أول سؤال معانا بيقول لي 6/10 يعني كام؟ طبعا يعني 6/10 اللي هي الإجابة رقم 4. السؤال التاني بيقول لي 81/100. طبعا كلنا عارفين إن هي 81/100، ولكن في طريقة جديدة كده. بيقول لك إيه؟ هتنزل الواحد ده مكان الصفر، 8 تحطها مكان الصفر، وتخلي الواحد دوت علامة وتحط صفر يحفظ الخانة، يبقى 81/100. السؤال التالت بيقول لي الجزء المظلل في النموذج الشريط اللي انت شايفه ده. لو تلاحظ معايا تعد المتظلل كده 1 2 3 4، يعني 4 وهم كلك 10، يعني 4/10 اللي هي الإجابة رقم 2. السؤال التاني بيقول لي 1/2 عبارة عن 1 زائد كام؟ لو تلاحظ ان الواحد اتكتب، ففاضل ايه اللي ما اتكتبش؟ فاضل 2/10 كلها كده، فلازم أنا اكتب 2/10، وممكن كمان احط صفر يحفظ الخانة او لا، بس لازم العلامة اهم حاجة. طيب السؤال التاني بيقول لي العدد العشري 1/6 ده هو يتكون من 1 صحيح، يعني الواحد اتكتب، فاضل كام؟ 6 أجزاء من 10، عبارة عن 1/6 أجزاء من 10. السؤال التالت بيقول لي 99 جزءا من 100، يعني 99/100. السؤال الرابع بيقول لي العدد العشري 3/7 يقرأ. طيب هقرأه 3، هو اللي أنا قرأته دهوت هكتبه بس بالعربي، 3 وتعمل فاصلة يعني، و7 أجزاء من 10. نيجي للسؤال الخامس بيقول لي 10 و5/100 في صورة عدد عشري، دي عبارة عن، بص الحركة دي، هتنزل 5 مكان الصفر الأول، وهيقابلك صفر حطه، وهتقابلك الواحد ده بيتحول لعلامة، وهتكتب 10، يبقى 10 و5/100. و10 و5/100 هي نفسها 10 و5/100. طيب نيجي بعد كده للسؤال الثالث بيقول لي ايه؟ العدد العشري الذي يمثل الأجزاء المظللة في النموذج التالي. لو تلاحظ انك عندك 1 سليم، فده هنخلوه 1، وعندك بعد كده 1/10، فتحط العلامة أو تحط 1، وبكده تبقى 1 و1/10. نيجي للسؤال التالت بيقول لي ايه؟ صل كل نموذج بالكسر العشري الذي يمثله. كل اللي عليك انك هتعدهم يعني. خلي بالك ان العمود الواحد ده ب10، فتبص كده تلاقي 10 و9 دولت يبقوا 19/100، ادي 19/100 الاخير. التانية دولت 9/100، فهتلاقي هنا هي 9/100. اما دولت 10 20 30 40 50 60 61/100، موجودة 61/100. اما بالنسبة للرابعة الاخيرة ديت، فديت ايه؟ 10 20 30 31/100، فهتلاقي هنا 31/100. هنيجي للسؤال الرابع بيقول لك ايه؟ اكتب الكسر العشري الذي يمثل الاكس. بص كده، اول حاجة ده 1/10، بعد كده ده 2/10، بعد كده ده 3/10، يبقى الاكس ده 3/10، يعني 3/10. السؤال التاني والاخير معانا خالص في صفحة النهاردة بيقول لك اكتب برضو القيمة بتاعته. باجي من على الشمال كده وعد، ادي 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10، يبقى ده 8/10. بكده نكون خلصنا صفحة 78. دي صفحة مهمة جدا جدا. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتركوا القناة. هنحل باقي كتاب الأضواء وهنراجع أثناء المراجعات، وكلام مهم جدا جدا في الصفحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.